فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي. فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، جاهزين يا جماعة؟ جاهزين لماتش البينج بونج التاريخي والحضاري اللي بيننا وبين الغرب؟ يعني جاهزين لهذه المباراة اللي شعرنا فيها ألقوا ما أنتم ملقون؟ هاتوا القدوات بتاعتكم والعظماء بتوعكم اللي عملتوا لهم متاحف وسميتوا بأسمائهم المدارس وعملتوا موسوعات تاريخية تخلد الأمجاد بتاعتهم. يا أيها الغرب، ألقوا ما أنتم ملقون، هاتوا العظماء بتوعكم عشان نشوف يا جماعة مين الأسطورة الحقيقية، مين الشخصيات العظيمة الحقيقية. قلنا إن الغرب أساتذة في فن البيكنج، في فن الماركتينج. الناس دي بتعرف تسوق، بتعرف تصنع نجوم. صناعة النجوم ده علم حقيقي من العلوم الغربية الموجودة. ازاي تصنع نجم، ازاي تحول اي واحد لنجم، ازاي تنجم وتصعد اي واحد. السوبر ستارز ده مش اسم برنامج، ده اسم منهج، ده منهج عند الغرب. حاولوا من قديم الازل ان هم دايما يحاولوا يصنعوا نجوم للباطل عشان يطفوا بريق الحق في عيون الناس. السوبر ستارز دي فكرة قديمة جدا من ايام غلام الاخدود، لما الساحر قال للملك ابعث لي غلاما واعلمه السحر. ليه؟ انا هخليه لك نجم، انا هخليه اللي يشوفه يطفى في عينه اي بريق لراهب او لغير راهب. ال10 بنات اللي خدوهم من الجزائر وسفروهم فرنسا وعلموهم التقاليد الفرنسية وعملوا لهم حفلة يبهروا الشعب الجزائري بيهم، دي نفس الفكرة يا جماعة، نفس فكرة صناعة النجوم. ولما خرجوا عليهم بالحجاب في هذه الحفلة قال لاكوست وماذا افعل اذا كان القرآن اقوى من فرنسا. هي دي القضية، قضية ان صناعة النجوم. شي جيفارا شخصية مشهورة جدا يا جماعة. شي جيفارا اسمه الحقيقي ارنستو، يعني شخصية من اشهر الشخصيات العالمية، من اكتر الشخصيات الكاريزماتيك في الدنيا في الكرة الارضية. صورته على التيشيرتات، اسماء متاحف، اسماء مدارس باسمه. بيمثل قدوة ومثل اعلى لشباب العالم الغربي، بل لكثير من شباب العالم الشرقي. كسياسي ثوري شاب ضحى بحياته عشان المبادئ بتاعته. تشي جيفارا قاد او يعني من صناع الثورة بتاعت كوبا، ونجحت الثورة الكوبية اللي لحد دلوقتي رفيقه فيها فيدل كاسترو لحد دلوقتي هو اللي بيحكم كوبا. من صناع الثورة الكوبية، بقى وزير الاقتصاد، بقى مدير البنك الوطني، بقى ساب كل ده وسافر على الكونغو عشان يعمل ثورة تانية هناك فشلت. طلع بعد كده على بوليفيا عشان يكرر التجربة هناك، فشلت برضه. راح بوليفيا وهو معتقد انه هيلاقي القوات وهيلاقي الرجال وهيكرر نفس التجربة المسلحة بتاعت كوبا. الفلاحين هناك في بوليفيا ما تواصلش معاهم لانه هو ما كانش معاه اللغة بتاعتهم بالدقة بتاعتهم. الحزب الشيوعي البوليفي باعوا، مرضوش ان هم يمدوه بالرجال، ما كانش معاه غير 50 واحد. اتحاصر في غابة من الغابات، واثناء القتال يعني نادى على المعسكر الثاني اللي هو بتاع الحكومة البوليفية، قال لهم انا جيفارا، يعني تمني وانا حي اغلى من تمني وانا ميت. قبضوا عليه واستسلم، وتاني يوم اعدموه رميا بالرصاص وقتلوه، واخذوا ايديه قطعوها عشان يتأكدوا انه تلك الشخصية اللي كانت رعب الغرب او رعب الغرب الرأسمالي، عشان يتأكدوا ان بصمات الاصابع بتاعته هي نفس بصمات الاصابع. ايه المبهر في جيفارا يا جماعة؟ ايه المبهر في هذه الشخصية؟ اكتر حاجة بهرت العالم في هذه الشخصية موته، انه مات عشان المبادئ بتاعته، ان مات وهو بيحاول يعمل ثورة في المبادئ بتاعته. احمد فؤاد نجم الف قصيدة عنه، اخر جملة فيها جيفارا مات موتة رجال. الحاجة اللي بيتباهى بيها الشيوعيين، الحاجة اللي بيتباهى بيها الماركسيين، الحاجة اللي بيتباهى بيها هذا المعسكر دايما في جيفارا الموتة بتاعته. دايما يا اخوانا الحاجة اللي بيتباهوا بيها ازاي مات
وهو بيقاتل عشان المبادئ بتاعته. قضية كبيرة قوي، قضية ان الناس دايما بتنبهر باللي بيضحي عشان المبادئ بتاعته، باللي بيدفع حياته او دمه او ماله او عمره ثمن للمبادئ بتاعته. عشان كده غلام الاخدود ليه الناس في الزمن بتاعه اترموا في النار ورموا نفسهم في النار وضحوا بحياتهم عشان كلمة لا اله الا الله، رغم ان عمر ما العوام كانوا ابطال المشهد بالمنظر ده، لان غلام الاخدود ما كانش بيتكلم عن ربنا، غلام الاخدود ضحى بحياته عشان ربنا. دايما العوام محتاجين قدوة، ودي الازمة اللي عندنا دلوقتي، ازمة القدوة، ازمة ان احنا بنتكلم في الدين ولكن ما بنضحيش عشان الدين، ازمة ان الملتزمين والملتزمات كتير جدا ولكن ما فيش حد بيضحي عشان الدين. لما غلام الاخدود ضحى بحياته الناس كلها رموا نفسهم في الاخدود، رموا نفسهم في النار واختاروا الحرب هم واولادهم واهلهم من اجل التوحيد ومن اجل ربنا سبحانه وتعالى. من الاسطوره؟ شي جفاره ولا مصعب بن عمير؟ من الاسطوره الحقيقيه يا جماعه؟ واحنا بنتكلم عن جفاره والعالم مبهور بالموتة بتاعته والناس مبهوره انه ضحى بحياته عشان المبادئ اللي عاش عشانها. يعني تعالوا نشوف مين الاسطوره الحقيقيه، مصعب بن عمير ولا جفاره؟ مين الاسطوره؟ مصعب بن عمير شاب من شباب مكه، مصعب بن عمير اعظم موتة في التاريخ بعد موتات الانبياء رضي الله عنه وارضاه، شاب من الشباب. يعني انت دلوقتي ممكن تشوف شاب فانقي او شاب راكب عربيه بي ام وعامل شعره كده، يعني شعره داخل كده حاجه تحس انه حاجه يعني ايه، الشاب ده عايش حياته قوي. سيدنا مصعب بن عمير كان العطر بتاعه بيفضل في المكان بتاع الشارع اللي عدى منه بعد ساعات، كانش يلبس اي لبس، ما كانش ياكل اي اكل، ما كانش يصحى غير على طبق الحلويات اللي امه بتحضره له. فجأة ينقلب مصعب بن عمير، فجأة ينقلب ويتمرد ويقف في وجه الجاهلية كلها ويقف في وجه ابو جهل وابو لهب. يعني الدين مش افيون الشعوب زي ما جفارة كان بيقول، يعني الصلاة لله ما هياش عدوة للامل زي جفارة ما كان بيقول في الشعر بتاعه وهو بينهى عن الصلاة وهو يدعو الى ترك الصلاة باعتبارها عدوة للامل او عدوة للحياة. يعني الدين بيخرج ناس بتضحي بحياتها وبتنقلب وبتقف في وجه الظالمين. مصعب بن عمير ينقلب على اللذة اللي كان عايش فيها، يبقى يقينا الايمان فيه لذة اعلى من اي لذة ممكن شاب يلاقيها في معصية الله. مصعب بن عمير يتمرد على ابو جهل وابو لهب زي ما كل الصحابة تمردوا على الواقع اللي هم فيه، زي ما ام سليم تمردت على زوجها الكافر، زي ما سمية تمردت على ابو جهل، زي ما كل الصحابة، زي ما عناق تمرد عليها حبيبها اللي كان بيحبها، واللي مرثد سيدنا مرثد، يعني زي ما سيدنا حبيب بن زيد تمرد على مسيلمة الكذاب، زي ما خالد بن الوليد تمرد على عكرمة بن ابي جهل انتيمو صديق عمره اثناء فتح مكة. سيدنا مصعب بن عمير يتغير، امه تنقلب المعاملة بتاعتها لتحبسه تجوعه، يبدأ يتقشر جلده من سوء التغذية اللي هو فيها، يصبر وبعد كده يسافر في هجرة الحبشة، يعيش في ارض الغرباء البعداء في الهجرة الاولى، يرجع لمكة تاني. النبي عليه الصلاة والسلام يبعته في اخطر مهمة في تاريخ الاسلام وهي مهمة فتح المدينة المنورة من غير حرب عصابات، من غير فتح المدينة المنورة بالدعوة إلى الله. يروح مصعب بن عمير للمدينة المنورة رضي الله عنه وأرضاه، يرجع للنبي عليه الصلاة والسلام بخبر إن مفيش ولا بيت في المدينة المنورة إلا ودخل فيه الإسلام. يفرح قلب النبي عليه الصلاة والسلام. لو أنت قابلت النبي عليه الصلاة والسلام دلوقتي أنت عندك حاجة تفرح قلبه بيها، تفرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيها. سيدنا مصعب بن عمير هيهاجر للمدينة، آخر مرة هيسيب مكة، آخر مرة بيكلم أمه في الدعوة إلى الله، تقول له لا أتبع دينك فيزر الناس بي، تروح قاع جهنم عشان الناس ما تتريقش عليها. يهاجر مصعب بن عمير ويقاتل في سبيل الله لحد ما تيجي غزوة أحد وتبدو بوادر المصيبة في الأفق، ينقلب الموقف والصحابة يتقسموا ل3 أجزاء لما يهجم 3000 مشرك على النبي عليه الصلاة والسلام. جزء يهرب من المعركة للجزء الثاني من جبل أحد ويلقي السيف اعتقادا ان النبي عليه الصلاة والسلام مات خلاص وما عادش فيه فائدة من المقاومة، يستسلموا. وجزء يجري على المدينة المنورة يشوف البيوت بتاعته
والاهل بتوعه، وجزء يقف مكانه يقول اموت وانا واقف مكاني. مصعب بن عمير ما فكرش في ولا تفكير من الثلاثه دول، ولكن دور على النبي عليه الصلاه والسلام وانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف ايد فيها السيف وايد فيها الرايه، وجسده يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. كل عضو فيه بينصر دين ربنا، بيشتغل لنصر الدين الله بكل جارحة من جوارحه رضي الله عنه وارضاه. تخيل يا اخوانا، يعني سيدنا مصعب واقف في مقام 3000 مشرك هاجمين على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام صار مكشوف امام جيش المشركين. يعني موقف استشهادي بحت، يضرب اول سيف، شيء منطقي انهم عمرهم ما يسيبهم، الرايه موجوده، يضرب في الايد اللي حامله الرايه، يرمي السيف والايد السليمه يمسك بها الرايه. يعني انا دلوقتي ايدي فيها موبايل، لو ايدي وقعت هفكر في ايدي ولا في الموبايل؟ هفكر في ايه؟ سيدنا مصعب ما فكرش في ايديه، سيدنا مصعب فكر في الرايه، ان الرايه لا يمكن تسقط، ان الرايه يجب ان تظل مرفوعه. يرمي السيف ويمسك بايديه الرايه وجسده بيدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام، فتضرب يده الثانيه. وهنا يحدث مشهد من اعجب المشاهد في التاريخ. سيدنا مصعب بن عمير عارف ان ايديه الاثنين اتقطعوا، وعارف انه صار جسد بلا يدين، وعارف ان الدور الجاي على رقبته لان ما عادش فيه غير رقبته، وعارف ان اللي قطع له ايديه لن يتورع انه يقطع له رقبته. سيدنا مصعب كان ممكن يفكر خلاص ارجع افتكر مراتي، الحق شبابي، خلاص ايديا اتقطعت وضحيت عشان ربنا كتير، هضحي اكتر من كده ايه؟ سيدنا مصعب بن عمير ما فكرش بهذا التفكير، ويعمل موقف من اعجب المشاهد في التاريخ، فيضع الرايه بين رقبته وبين صدره ويحتضن الرايه وجسده يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الضربه المتوقعه اللي لا يمكن تتوقع ان المشركين مش هيعملوها، ويذبح مصعب بن عمير ويسقط 4 اجزاء امام النبي عليه الصلاه والسلام، 4 اجزاء، ايدين وراس وجسد، 4 اجزاء ممزقه امام النبي عليه الصلاه والسلام. يسقط مصعب بن عمير في موتة يعني انا بعتبرها اعظم موتة في تاريخ البشريه بعد موتات الانبياء. جفارة قطعوا له ايديه ولكن بعد ما مات عشان يتاكدوا من بصماته. مصعب بن عمير ايديه الاثنين اتقطعوا وهو حي وواقف يقاتل ومش راضي ينسحب من المعركه. جفارة لما لقى ان الضرب بالنار خلاص والحصار خلاص، قال لهم انا جفارة، انا تمني وانا حي اغلى من تمني وانا ميت، واستسلم. مصعب بن عمير مرضاش يستسلم للحظة الاخيرة، مرضاش يستسلم لحد ما مزق قرد امام النبي عليه الصلاة والسلام. مين اللي المفروض صورته واسمه يبقوا على التيشيرتات والمدارس والمتاحف والعالم كله؟ هم بيعرفوا يسوقوا للشخصيات بتوعهم، هم لا يمكن يسوقوا ابدا لشخصية ماتت عشان ربنا، او ماتت عشان عقيدة الدين، او ماتت عشان الدار الاخرة. لا يمكن يسوقوا لشخصية من شخصيات الدين. انما لو عشان الالحاد، لو عشان لا اله والحياة مادة، لو عشان اي حاجة غير ربنا وغير الدين، ساعتها يسوقوا ليه. سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه يا جماعة نموذج. مين الشخصية الاعظم؟ مين الموت الاعظم؟ الاسطورة يا جماعة، اساطير الموت، اساطير الموت في حياة الصالحين. انا عايز اذكركم دلوقتي باعظم 10 موتات في تاريخ البشرية بعد موتات الانبياء والمرسلين. اعظم 10 موتات في تاريخ البشرية. انا عايز اقول ان اذا كان الغرب يعني نادر قوي انك تلاقي حد ضحى بحياته فعلا عشان المبادئ بتاعته او ضحى بحياته عشان الطريق بتاعه، الا ان احنا عندنا مسألة التضحية بالروح عشان ربنا دي حاجة طبيعية جدا. لو احنا جبنا اللي ضحوا بعمرهم عشان ربنا في الاسلام وفي الصحابة، هنقعد نتكلم لحد السنة الجاية ومش هنخلص الذكر بتاعهم. ولكن في 10 موتات لهم واقع في صدر الواحد، لهم واقع بحس ان دي من اعظم موتات البشرية بعد موتات الانبياء والمرسلين. اسطورة الموت، الموتة الاولى موتة مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو بيتقطع 4 حتت عشان ربنا سبحانه وتعالى. الموتة الثانية من اعظم 10 موتات في تاريخ البشرية، موتة جعفر بن ابي طالب المذكورة في صحيح البخاري انه طعن 90 طعنة كلها في وجهه. 90 طعنة كلها في وجهه. سيدنا جعفر يا اخوانا نفس موتة سيدنا مصعب، قطعوا له ايده اللي ماسكه الرايه، مسكها بايده الثانيه قطعوها له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم
في الحديث الثابت رأيت جعفرا يطير بجناحين مع الملائكة في الجنة. الله أبدله بإيديه جناحين مع الملائكة في الجنة. يعني النماذج دي هي اللي رعبت الروم، وهي لدى الدعاية للإسلام عند الرومان. 3000 بيقتلوا 200,000، وبهذا الثبات البطولي. الموتة الثالثة من أعظم 10 موتات في تاريخ البشرية، موتة غلام الأخدود. غلام الأخدود اللي الملك بعت معاه فرقة لحد الجبل، قال لهم ارموه من على الجبل لو ما رجعش، عشان لو مات يقول ده كان قاعد بيعبد على الجبل ووقع ولا أي حاجة وخلاص، لأنه كان شخصية منتشرة وسط المجتمع. فلما حدث زلزال وقتل الجنود رجع للملك تاني. ما انتش خايف؟ بعته في البحر، غرقت السفينة بجنود الملك، رجع للملك تاني. هو مش عايز ينجو، هو عايز الرسالة تنتشر. هو ما يهموش خلود نفسه في الدنيا، هو يهمه خلود قضيته، خلود الدعوة إلى الله. رجع للملك تاني وقال له إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، أن تصلبني في جذع شجرة، تصلبني كده وتجمع الناس كلها في صعيد واحد، ثم تأخذ سهما من كنانتي، ثم تقول بسم الله رب الغلام، ثم تضرب، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. يعني إنسان ربنا نجاه من الموت بإعصار وبزلزال، ورجع للموت برجليه، ودل الملك على موته عشان الناس كلها تشوف التضحية من أجل لا إله إلا الله بالروح، وتعرف ان الملك لا يملك شيء الا بقوة الله سبحانه وتعالى. فآمن الناس كلهم جميعا. موتة جبارة يا اخوانا، موتة غلام الأخدود موتة جبارة. الناس من انفعالها الجبار بهذه الموتة رمت نفسها في النار، ورمت نفسها بالأخدود، وآثرت الحرق على ان تترك قضيتها ورسالتها. يعني انا بعتبرها اكتر موتة مؤثرة في التاريخ، اكتر، لان بلد كاملة اسلمت بسبب موتة غلام الأخدود. موتة مؤثرة. فهو داعية بعد موته كما كان داعية في حياته. الموتة الرابعة في أعظم 10 موتات في التاريخ، عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه. سيدنا عكرمة يوم اليرموك، اليرموك دي من المعارك الفاصلة اللي بين المسلمين وبين الروم، واشتد البأس. الروم ما بيلعبوش يا اخوانا، يعني الروم دي يعني زي أمريكا الوقت كده، ما هياش حاجة بسيطة، ما هياش لعبة. سيدنا عكرمة بن أبي جهل في ذلك اليوم كسر جراب السيف، كسر الغمد بتاع السيف. ليه؟ خلاص السيف ده مش داخل تاني، ميت ميت. ولما اشتد البأس بايع على الموت 400 واحد استجابوا ليه، وكون فرقة الموت، فرقة البيع على الموت. خالد بن الوليد قائد المعركة خاف على عكرمة بن أبي جهل، أنتمه رفيق عمره أصلا من أيام الجاهلية. فقال له عكرمة قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا وأفر اليوم. سيدنا عكرمة يقاتل حتى يصاب بجراح قاتلة وينقل إلى خيمة الجرحى. الجزء الثاني من الموتة، الجزء الرهيب الثاني من الموتة بعد جزء الجهاد والفدائية والاستشهادية، الجزء الثاني وسيدنا عكرمة بيموت وبيشرب شربة مية، عطشان فبيجيبوا له شربة مية، فيسمع الجريح اللي جنبه يشكو العطش. وطبعا الناس مهتمه بسيدنا عكرمة اكتر من غيره لانه من قادة الجيش كله، فيؤثر اخوه بشربة المية، اخوه يؤثر اللي بعده بشربة المية، يروحوا للي بعده يلاقوه مات، يرجعوا للتاني يلاقوه مات، يرجعوا لعكرمة بن ابي جهل يلاقوه مات وهو عطشان ايثارا لاخوانه بشربة الماء. موتة جبارة، وبيعة على الموت عند الموت، وكسر لجراب السيف في معركة من المعارك الفاصلة اللي الوقت سوريا كلها والشام كلها مسلمين بسبب هذه المعارك الفاصلة، واحنا ما بندرسش التضحيات اللي وراء هذه المعارك. الموتة الخامسة في أعظم 10 موتات في تاريخ البشرية بعد موتات الرسل والأنبياء، حبيب بن زيد رضي الله عنه ابن نسيبة بنت كعب اللي وقفت تحمي ظهر النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد. وسيدنا حبيب بن زيد النبي عليه الصلاة والسلام بعته سفير لمسيلمة الكذاب في حياة النبي، لأن مسيلمة ارتد قومه وهو ادعى النبوة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فمسيلمة فتح أبواب القصر بتاعه ولم الناس كلهم وجاب الجلاد بتاعه او السياف بتاعه وقال لحبيب بن زيد اتشهد ان محمد رسول الله؟ عليه الصلاه والسلام قال اشهد. قال اتشهد اني رسول الله؟
فقال لا أسمع. هزأ مسيلمة قدام الناس كلها، يعني ضحك الناس كلها على مسيلمة. سيدنا حبيب واقف قدام قوم كاملين مرتدين وبيتريق على القائد بتاعهم، بيقول له لا أسمع. سمع تقيل، مش سامع انت بتقول ايه. خلى السياف بتاعه يقطع حتة من ايديه، وبعد كده قال له تشهد ان محمد رسول الله؟ اشهد. تشهد اني رسول الله؟ لا اسمع. قطع حتة تانية. فضل سيدنا حبيب بن زيد رضي الله عنه مصمم على التريقة على مسيلمة، ومصمم على اسلوب السخرية من مسيلمة، واسلوب تهزيء مسيلمة قدام قومه كلهم، حتى مزق جسده قطعة ومات ممزقا وهو مصر على كلمة أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما يقول له تشهد أن رسول الله يقول له لا أسمع. مصمم، مات، قتل، وقلب مسيلمة محروق منه وهو مصمم على هذه الموتة البطولية. بعد كده نسيبة أم عمارة هي اللي قتلت مسيلمة، واحدة من الثلاثة اللي قتلوا مسيلمة في غزوة اليمامة. الموتة السادسة في أعظم 10 موتات في تاريخ البشرية، موتة أنس بن النضر رضي الله عنه. أنس بن النضر في غزوة أحد يا جماعة، لما يعني جه واحد وصل المعركة متأخر، يعني واحد دخل المعركة في نهايتها، دخل المعركة بعد ما الفريق بتاعه اتهزم أصلا، والصحابة قاعدين وراميين السيوف، فقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء المشركين وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء، اللي هو بعض الصحابة اللي استسلموا. وطلع من ناحية الجبل ونزل يقاتل وهو بيحسب إن النبي مات عليه الصلاة والسلام، وبيحسب إن المعركة انتهت، وداخل والمعركة خلصت والمشركين بيمثلوا بجثث ال70 صحابي اللي اتقتلوا. يعني واحد داخل يعمل ايه؟ طب انت داخل تعمل ايه؟ داخل يقول واها لريح الجنة موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مش داخل لنصر الدين، ولا في حاجة اسمها نصر الدين في مخيلته، والنبي عليه الصلاة والسلام اتقتل فيما هو يتوقع او يعتقد، ومع ذلك دخل وقاتل فأصيب ب90 طعنة فلم يعرف، ملامحه كلها اتقطعت، لم يعرفه احد اصلا. هو مين ده؟ مين اللحم المفرومه اللي في بعضها ديت؟ مين كومه اللحم اللي متقطعه ديت؟ فلم تعرفه اخته الا من بنان، عقله صابع ليه لسه سليمه كده. اخته عرفته من بقايا صابع من صوابعه لسه سليم، عرفت ان ده انس ابن النضر. الموتة السابعة موتة سيدنا سعيد بن جبير رضي الله عنه. سعيد بن جبير يا اخوانا من جيل التابعين، ما هوش من جيل الصحابة، يعني هو تلميذ لابن عباس وتلميذ لابن مسعود، انما مش من جيل الصحابة مباشرة. سعيد بن جبير كان ممن خرج على الحداد في فتنة القراء في الكوفة، فتنة ابن الأشعث، خرج على الحجاج، ولما قتل القراء والحجاج قتل كل من خرج عليه، فهرب سعيد بن جبير وفضل 12 سنة يسافر مكة عمرة وحج مرتين في السنة ويعلم الناس التفسير. بيقول لك قتل سعيد بن جبير من الحجاج وما على وجه الأرض من أحد إلا وهو يحتاج إلى علمه. سعيد بن جبير لما اتقبض عليه، لما خالد القصري اللي هو الوالي في مكة قبض على سعيد بن جبير وبعته للحجاج، ولما دخل على الحجاج يقول فررت منه حتى استحييت من الله. لما دخل على الحجاج، والحجاج بيقول له الموقف التاريخي الجبار في المواجهة ما بين سعيد بن جبير والحجاج. سعيد بن جبير كان في الوقت ده عنده 48 سنة أو 49 سنة، في أواخر الأربعينات، يعني ما كانش عنده 75 سنة زي بقية مثلا العلماء، ومع ذلك كان من أعلم أهل الأرض في هذه اللحظة. فقال له الحجاج لأشقينك يا سعيد، قال لو أعلم أن هذا بيدك لعبدتك من دون الله. قال ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. قال بل تعيس بن كسير. قال أمي أعلم باسمي منك. سيدنا سعيد بن جبير وقف وقفة بطولية، كل ما الحجاج يقول له كلمة يرد عليه بآية من القرآن، حتى قال ما أسرع لسانك بالقرآن. كان من أكبر علماء التفسير، تلميذ ابن عباس في تفسير القرآن، كان من أعلم أهل الأرض بتفسير كتاب الله. سيدنا سعيد بن جبير مثل للثبات حتى الممات، ومثل لكلمة الحق في وجه الظالمين، ومثل لعدم هيبة الظالمين في آخر لحظة من حياته وفي أعظم لحظة من لحظات حياته. الموتة الثامنة في موتة من أعظم موتات التاريخ بعد موتات الأنبياء، مؤمن آل ياسين رحمه الله.
ورضي الله عنه وارضاه. مؤمن آل ياسين يا جماعه واحد داخل عشان يدعو الى الله، داخل لقى السكاكين والسيوف مرفوعه في وجه 3 من المرسلين، يا اما مرسلين من الله يا اما ارساليه دعويه من سيدنا عيسى ابن مريم كما يقول بعض المفسرين. لو انت داخل كده جوله، داخل لقيت الناس رافعه السيوف على اللي بيتكلم فيها، هتدخل وهتتكلم؟ مؤمن آل ياسين داخل واتكلم. يروى انهم ذبحوه وهو يدعوهم الى الله، ثم مزقوا بطنه واخرجوا امعاءه، ثم اخذوه ودفنوه في بئر وردموا عليه، وسموا لهذا اصحاب الرس. ومؤمن آل ياسين ظل ثابتا، بل بعد موته قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. يعني قدام الناس واحد بيتقطع وبيتذبح وهو في نعيم عظيم. ما تبصش لشكل المعاناة اللي بيعانيها الشهداء في سبيل الله، انت ما تعرفش النعيم اللي هم فيها في اللحظة ديت. ما تبصش للمنظر الظاهري. الموتة 9 من اعظم موت 10 موتات في تاريخ البشرية ابو دجانة رضي الله عنه. ابو دجانة اللي ربط العصابة الحمراء يوم غزوة احد ودافع عن النبي ورمى نفسه على جسم النبي، وفضلت السهام تيجي في ظهره لحد ما بقى شكله كالقنفذ من الاشواك اللي طالعه من ظهره، ولكن عاش بعدها. ابو دجانة يوم غزوة اليمامة رضي الله عنه وارضاه لما اتقفلت حديقة الموت على 40,000 مرتد بيدافعوا عن مسيلمة الكذاب اللي فتح باب الحصن البراء بن مالك. ولكن البراء مش هو اول واحد رمى نفسه من على باب الحصن، اول واحد رمى نفسه من على باب الحصن ابو دجانة. تخيل واحد بيهجم على 40,000 بني ادم، واحد بيرمي نفسه وسط 40,000 بني ادم، القي صمم ان هم يحطوه على درع كده ويرفعوه ثم يقذفوه من على الباب. فلما نزل وسطهم انكسرت رجله اتكسرت وهو نازل، فظل يقاتلهم وهو رابط العصابة الحمراء في هذا الموقف الاستشهادي، وظل يقاتلهم حتى قتلوه. يعني ماتوا وما فتحش باب الحصن، ولكن هو السبب ان البراء بن مالك عمل نفس العملة وفتح الله على يديه. واحد بيهجم على 40,000 واحد في سبيل الله، لا يوجد في قلوبهم هيبة تجاه الباطل. زي ما كانوا بيوصفوا خالد بن الوليد كده، كانوا يقولون كانت الروم في عينه احقر من النملة. يعني لو واحد راح يموت نملة كده، كانت الروم في عينين خالد بن الوليد كأنه واحد راح يموت نملة. طب الروم دي القوة العظمى الاولى في العالم، ولكن لا هيبة. الموتة 10 في اعظم 10 موتات في تاريخ البشرية بعد موتات الانبياء سيدنا خباب رضي الله عنه. سيدنا خباب يا جماعة لما قبض عليه بعد غزوة بدر والمشركين عايزين ينتقموا من الصحابة، وخباب كان قتل منهم في غزوة بدر، فعملوا ايه؟ لما يعني حطوه في بيت، وفي ذلك اليوم اللي كان هيقتل فيه كان معاه يعني كان طلب موس عشان يحتد بيه، عشان يعني يزيل شعر العانة وشعر الابط وكده، يعني طلب موس من اجل ان يحتد به. وهو ماسك الموس، طفل ابن الست اللي هو محبوس عندها جه على رجليه، الست خارجه لقت ايد فيها الموس وايد فيها ابنها. حاجه طبيعيه جدا ان كان يحط الموس على رقبه ابنها، وخلاص هاتولي فرس ويا رقبه ابنكم. انا مقتول، هو واحد مقتول اصلا. الموضوع يعني حدش لا يمكن هيسيبوه يعني. فهو كان موقن من الشهاده في سبيل الله، ومع هذا ضحك وارسل لها ابنها، لان سيوف المسلمين لها اخلاق. وتقول هذه المرأة وجدت في يده قطفا من العنب في ذلك اليوم، وليس في مكة كلها هذه الفاكهة في ذلك اليوم، ما هوش موسم العنب أصلا. وجدت في يده قطفا من العنب. أبو سفيان خد سيدنا خباب وراح للتنعيم على مشارف مكة، يعني معظمين الحرم بقى فخارجين بره الحرم، وراح التنعيم وعلقوا على نخلة، ثم ظل يضربه بالسهام في يديه ورجليه، يعني يقطع جسمه الأول قبل ما يقتله. وبعد ما بدأ يشرح في ايديه ورجليه كده بقى، وقف أمام الناس كلها، طبعا مكة كلها ملمومة تتفرج على خباب وهو بيتقتل، ثم وقف وقال له أتحب أنك في أهلك وبيتك ومحمد مكانك؟ ابو سفيان يعني عايز قبل ما يقتله يعمل ايه؟ يعمل حاجه شو كده قدام الناس، يعني اتحب انك في اهلك وبيتك ومحمد مكانك؟ فقال امام الناس كلها، يعني ده ممكن يولعوا فيه، ممكن يعملوا اي حاجه انتقاميه، فقال والله ما احب ان اني في اهلي ومالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشك بشوكه. فقتله ابو سفيان امام الناس، وكانت من كلماته ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي. تخيل واحد بيتقتل وبيألف شعر، واحد بيتقتل وبيألف قصيده،
واحد بيتقتل وهو بيدعي اللهم اقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. يعني واحد من المشركين قبل ما يسلم خاف احسن الدعوة تيجي فيه فانحنى بظهره احسن الدعوة تصيبه مما اصاب الناس. موتات عظيمة يا اخوانا، احنا عندنا اساطير في الموت. يعني المرة اللي احنا بنتكلم فيها ديت جبنا جفارة في الاول لان اللي باهر العالم بيه الموتة بتاعته ده اساسا، وجبنا الموتة بتاعته تيجي ايه في اي موتة من اللي احنا بنتكلم عنه، تيجي ايه في موتة مصعب بن عمير، ان احنا نعرف التاريخ بتاعنا وان احنا نتباهى بالتاريخ بتاعنا. يعني مش كلام سير وخلاص، مش كلام قصص وخلاص رضي الله عنهم وارضاهم. والفنانين بتوعنا والممثلين بتوعنا مصممين برضو ان هم يركزوا على اهل الدنيا ويركزوا على القصص البلطجية ويركزوا، واحنا عندنا التراث بتاعنا تراث جبار، وعندنا المعاني البطولية في التاريخ بتاعنا معاني جبارة. يا اخوانا لو مصعب بن عمير ده كان امريكي والله العظيم كانوا عملوا له تمثال في كل بلد في العالم. لو جعفر بن ابي طالب ده كان انجليزي كانوا عملوا له متحف باسمه في كل بلد في العالم. لو ابو دجانة بالحركة اللي عملها ديت كان اسباني ولا كان كندي ولا كانوا نشروا سيرته في كل مكان في العالم. ولكن هم بينشروا سيرة، بيصنعوا تاريخ لأنفسهم، إنما احنا مقصرين في حق تاريخنا ومقصرين في حق القدوات بتاعتنا. عايزين نقرأ شوية يا جماعة وعايزين نعرف يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عشان لما نشوف القدوات العظيمة دي احنا نطلع زيهم، احنا نطلع متأسين بيهم، مقتدين بهذه النماذج البطولية. معانا كتاب بقى لأصحاب النبي، خد المصحف كده. معانا كتاب لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هي دي جايزة ماشي. معانا كتاب، انتوا نبدأ بيه يا جماعة، نبدأ بدي ولا بدي؟ احنا معانا كتاب لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله. ده ايه ده؟ محافظ فيها فلوس ولا؟ جزاك الله خير. هم خلص كتاب أصحاب الرسول للشيخ محمود المصري، ربنا يبارك فيه ويحفظه. مين ياخده ويقرأه ويدي كلمتين كده منه؟ هتقرأه وتدي كلمتين؟ خد مالك. كتاب أصحاب الرسول برضو الشيخ محمود المصري، مين ياخده ويقرأه ويدي كلمتين؟ طب سبقك بها كريم. احنا كنا عايزين كتب عن 10 ذي الحجة. طيب وتستمر المعركة حتى يستسلم الشيطان لدكتور خالد ابو شادي. مين ياخد الكتابين دول ويقرأهم؟ يا جماعة ما تحطونيش في اختيارات صعبة يعني. عايزين كل مرة واحد بس اللي يرفع ايديه، حد يؤسر اخوانه يعني. مين ياخد الكتابين دول ويقرأهم ويدي؟ انت اديت كلمة من الكتاب اللي قبل ده وقريته؟ طب هنعمل ايه بقى؟ احنا خطاب بقى انت في المصحف ان شاء الله. خطاب ده الدكتور احمد محي. هي ده يا جماعه بيسموها مشروب لبن جوز الهند مع قطع جوز الهند، دي ب 15 جنيه. دي بتاعت انا مفيش انا يا اخي انا بؤسر اخواني على نفسي. لازم نبقى قدوه في التضحيه يا جماعه، لازم نبقى. مين ياخد دي يا اخوانا؟ ياخدها ويشربها. ما شاء الله لا قوه الا بالله. الاخوه والله يا اخي قدوه اساطير ما شاء الله. اسطوره. مين ياخدها ياخدها ويديني نصها بعد ما يخلص؟ مين ياخدها ويصوم يوم ويوم لحد 10 ذي الحجه؟ يا اخوانا الهديه مش في قيمتها، الهديه في معناها. يصوم هو لسه على 10 ذي الحجه قد ايه؟ ده لسه اسبوعين يا اخوانا. النهارده الجمعه، 10 ذي الحجه الجمعه اللي بعد الجايه. انتوا فاكرين ايه؟ انتوا مش واخدين 10 ذي الحجه الجمعه اللي بعد الجايه ان شاء الله. يعني اسبوعين، يعني هتصوم 7 ايام بس وتستعد كده. مين ياخد الازازه القويه جدا ده ايه؟ لا الاطفال لهم منقه تانيه ان شاء الله. طب يصوم اثنين وخميس؟ انت بتساوم يعني. طب لا نعمل بقى مقايضه تانيه بقى، مين ياخدها ويصوم اثنين وخميس؟ ايوه كده. والله يا اخي انت بتتعب معانا. خد يا شيخ محمد. يلا عندك واحده تانيه. طب يا جماعه لسه قدامنا فرصه. مين ياخدها؟ انا بس من باب ان انا ابقى يعني المعايشه اساس الفهم.
اصل انا بشوفها بقالي سنتين ثلاثه ونفسي ادوقها، فانا جوز هند بصراحه اصلي. فمين ياخد دي يا اخواني ويصوم اثنين وخميس و13 و14 و15 النهارده 15 3 و4 وخميس صحيح طب يصوم اثنين وخميس والتسع ايام بتوع 10 ذي الحجه. ماشي خد يا خطاب انت. طيب يا اخواني المصاحف مين ياخد المصحف ده ويختمه قبل العيد الكبير؟ يعني الوقت و10 ذي الحجه. خد يا دكتور محمد، خد يا بطل. مين ياخد المصحف ده ويختمه قبل العيد الكبير؟ استاذ ناصر خد الكلمه دي. استاذ ناصر حبيبنا شيخنا اتفضل. الدور هو المصحف ده يعني انا مش عارف، هو صغير جدا انا ما اعرفش اقرا فيه. مين بس هو جميل يعني. مين ياخد المصحف ده ويختمه قبل العيد الكبير؟ حد تاني يا جماعه متشجع للخط اللي بالحجم ده؟ او ممكن شيخ عوض صغير ماشي. مين ياخد المصحف ده الاكبر شويه ويختمه قبل العيد الكبير؟ لسه 3 مصاحف يا جماعه. كنا عايزين كتب عن 10 ذي الحجه بس للاسف بقى لسه 3 مصاحف. هي ختمه قبل العيد الكبير، المفروض اصلا ختمه في 10 ذي الحجه، يعني المفروض فجر الجمعه الجايه هيبقى واقفه بينا ان شاء الله ربنا احيانا مع 10 ذي الحجه. المفروض يا اخوانا ان احنا ندرك هذا الموسم الخطير، الزلزله اللي جايه عشان تثبتنا بعد رمضان. يعني هذه المواسم هي اعظم فترات السنه اللي انت بتقف فيها مع نفسك وتاخد قرارات ايمانيه فيها. كمان مصحف ختمه قبل 10 ذي الحجه. خلاص ما فيش حد بيقرأ الخط الصغير. طيب ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. في حاجة للأطفال؟ تفاح أمريكاني. طب مين من الأطفال ياخد تفاحة أمريكاني وباكو فلوتس؟ تفاحة أمريكاني وباكو فلوتس. لا استني وتبوسي إيد ماما ورجلها. خدي يلا تعالي بقى استلم الجايزة كده واعملي فرحانة. يلا لسه تفاحة تانية أمريكاني والله شكلها مرملة يا جماعة باكو شوكولاتة. هتبوس إيد بابا ورجليه. خلاص خدي يلا يا ست. هات تفاحة. التفاح شكله مغري يا جماعة. وبرضه انت هتبوس ايد ماما ورجليها. هتصلي على النبي 10 مرات النهارده عليه الصلاة والسلام. خلاص خد يلا. لسه في اطفال تانيين معانا هنا. لسه في اطفال. تعالى ما شاء الله ده في اطفال اهم. يلا تعالي خدي. تعالي خدي ليكي ولاخوكي. يلا بس هتعملوا ايه بقى؟ هتصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم 10 مرات النهارده. خلاص انت وهو عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. لسه في اطفال تانيين يا جماعه. لسه في اطفال تانيين. انت ممكن تعتبر طفل برضه مفيش مشكله. بس هتعمل ايه النهارده بقى؟ تقرا سوره الكهف النهارده. طب خد يلا ما شاء الله. ربنا يبارك فيكم وربنا. لا خلاص كفايه كده عينهم بقى لينا بقى. خليهم لينا بقى بعد ما نخلص. اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم اهدنا بهداك. اللهم اقمنا على مرادك منا. اللهم قو في رضاك عزمنا. اللهم بلغنا 10 ذي الحجه واجعلنا فيها من الفائزين. اللهم اجعلها اياما مباركه متقبله ميسره يا رب العالمين. اللهم بلغنا 10 ذي الحجه واجعلنا فيها من الفائزين واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.